الخص لك ليه ووتر سايد اللي جوه سي شور في كيلو 207 هايد بارك، الخص لك شقه واحده في الدور ما بتحصلش بالسعر ده. كل المباني بص على لاجون جايه من البحر او سويمبل من ميه البحر يعني. ادي تاني فاسيلتيز. الكابنز والكلاب هاوسز فولي اوبريتد باي موكاي اوتيل. الماستر بلان المساحه البنائيه فيها 14%، فحضرتك هتكون قاعد جوه في لاجونز ومساحات خضراء كبيره، ونسبه الفيلات اكتر، فالكثافه السكانيه الى حد ما مش هتبقى خطيره يعني الكثافه السكانيه، لان هو مش 80-20 فيلات يعني، هو برده 60-40 يعني، فهتبقى الكثافه السكانيه الى حد ما لطيفه. لان خلي بالك بناء عليه هو حاطط السعر ده يعني عارف انت لو مشروع اللي انا بقول لك عليه ده 80% فيلات و20% شاليهات، هتلاقي الوان بيدروم دي ب 9-10 مليون. عشان كده بقول لك ما تتغرش بالسعر. طب ما خلي بالك من عندي 1 بيدروم ب 4 مليون و5 مليون على فكره، ده موجود يا سيدي ولطيف للحته بتاعته جدا جدا جدا. بس انا ما اتغرش بال4-5-6 مليون في ال1 بيدروم. انا بقول لك بمنتهى الصراحه ما اتغرش بال4 مليون السعر اسف الاتراكتيف اللي قدامي 4-5 مليون واجري عليه وابقى بخيل على نفسي وما ازودش مليون عشان يبقوا 6 مليون، واروح اخد في كيان زي ده في كل الفاسيلتيز اللي انا قلتها لك دي. لا انت كده بتفكر غلط. سيبك من انت ليك كامل الحريه انك تحط فلوسك فين وتشتري فين، ما هو الا بنساعد وندي وجهه نظر اللي حضرتك المفروض تعمله. فانا من وجهه نظري المرحله دي تستحق للساده الانفستور ان هو يخش يحط فيها فلوسه. اوعى واولهم انا اقول لك هبيع بعد سنه او سنتين، انا مش هوعدك بالكلام ده. اوعى اي حد تاني يوعدك بالكلام ده. طب لو حصل العكس خير وبركه، ربنا يبارك لك. لو حصلت ظروف ما خلت الاسعار راحت في حته تانيه وحضرتك اغتنمت فرصه ال2 بيدروم ب 8 مليون وهي بقت ب 11-12 مليون، مبروك عليك مبروك عليك. بس انا مش هتكلم في السيناريو ده واوحده. فدي حاجه تحط فيها فلوسك، دي حاجه احط فيها فلوس. طب حاجه اصيف فيها في الساحل وتبقى لطيفه يعني، طبعا المرحله منغلقه بذاتها كلها لاجون يعني يعتبر فيها خصوصيه، فانت من الشاليه على اللاجون ممكن ما تحتاجش تروح البحر. الفاسيلتيز في كذا كلاب هاوس جوه، في طبعا سبورتنج كلاب والحاجات دي ما بنقولهاش لان ده المتعارف عليه يعني، مش ده الاساس بتاع ان انت تشتري بيه. ما كل المطورين عندهم ملعب بادل وسبورت اريا وكوميرشال اريا بره يعني ده تمام، ده متعارف عليه. الا بقى حد عامل لك بقى مستشفى جوه البتاع، او حد عامل لك وندر بارك يعني اللي هي ملاهي المائيه يعني جوه المشروع بتاعه، دي حاجه بنقولها لان دي حاجه اكسترا، دي حاجه مش موجوده، في مطورين عاملين كده. فدايما بقى بقول لك في الاخر ايه؟ قيمه مقابل سعر. حضرتك اخبارك ايه؟ ممكن تقول لي رايك بقى وانا بتكلم معاك اهو. قيمه مقابل سعر، ايه الاخبار؟ لا تمام، لا تمام جدا. 1 بيدروم بالمساحه دي بالسعر ده في الفاسيلتيز دي كلها، انا شايف ان حضرتك تتوكل على الله. اي استفسار تاني ولو عايزني اقول لك اكسترا معلومات عن هذا المشروع، انا دايما بحب اوفي 90% من المعلومات يعني، اللي هو انت لو عايز تشتري ممكن تستعين بيا، ما عنديش مشكله ويشرفني، او ممكن حضرتك تقدر بالفيديو ده بالكلام ده تروح تتكلم مع اي حد في اي حته وتقول له لا ده انتوا عندكم كذا وكذا وكذا. او لو اي مشروع تاني اتعرض على حضرتك ويقول لك كذا وكذا، تقول له طب ما هو كذا كذا كذا، طب ما هايد بارك عنده كذا كذا كذا، وانت تقارن اللي هو بيقوله لي ده زي البتاع زي سي شور مثلا، لان سي شور ده اول مشروع احنا اتكلمنا فيه، في مشاريع تانية انا هتكلم فيها، ولكن دي الفرصه السريعه